خدوا بالكم. كلامنا عن التحرش محتاج كلام مهم قوي. حقيقي الكلام ده انا محتاجه يسمعني فيه كل اب ربنا هيساله عن ولاده. كل اب محتاج يفهم ان التربيه مش مسؤوليه الام لوحدها ابدا. التحرش يا جماعه مش دايما غلطه المتحرش، احيانا التحرش بيبدا بغلطه اب غايب، ودي بقت نماذج متكرره كتير. الولد اللي محروم من حضن ابوه هيدور على اي حضن حتى لو كان الحضن ده هيدمره. شوفنا الاب في لام شمسيه مشتت، اناني، كثير العلاقات، مش عارف هو عاوز ايه، مطلق، متجوز، مصاحب، علاقاته مش ناجحه، حتى جوازه ما كانش ناجح. كل ده الطفل بيشوفه سلوك اي اب. اوعى تفتكر ان لما ترمي العبء على الام وتخلع بشياكه، حتى لو بعض الناس في المجتمع، انا بقيت شايفه ان في بعض الرجاله كده بيجاملوا بعض. لو ربنا سبحانه وتعالى كان شايف ان التربيه دور الام، كان ممكن الستات تخلف ذاتيه، مش محتاجين جواز، كانش في لازم يبقى في اب. ربنا قادر يعملها عشان تبقوا عارفين. وجود اسره تتكون من اب وام ده معناه ان في احتياج لدور حضرتك. الجزء التربوي مما لا شك فيه ان في احتياجات نفسيه خطيره جدا ومهمه جدا لا تؤخذ الا من الاب. دي اللي بتخلي البنت عندها توازن عاطفي، عندها امان، عندها قوه تعامل مع الناس. دي اللي بتخلي الابن عنده هويه، عنده ذكوره قويه، عنده قيم بيقلد فيها ابوه. فيا جماعه الاطفال بتشوف حال الاب عايش ازاي، قيمه ايه، مشاكله ايه. انا بسمع من كميه اطفال ومراهقين ان بدايه تعرفه على الاباحيه كان من تليفون الاب. العلاقات اللي البنت بتعملها في المراهقه لانها عارفه ان باباها متعدد العلاقات. الكلام ده انا اسفه لو هيضايق حد، بس بجد احنا لازم نقوله. ولادك زي ما انت عايش مش زي ما انت عايز. الاب له دور، ودور خطير، ودور مهم، ومفيش في الدنيا حاجة تغفر غيابه خالص. دور الأب مهم في الحماية النفسية والجنسية. مفيش مبرر أبدا لتخلي الأب عن دوره.